في تشعبات كثيرة في هذا النفق، ورغم استهداف الطيران أكثر من مرة له إلا أنه يظل سليم كما ترون حتى اللحظة. توكل على الله. بالمناسبة بلدة القرارة واحدة من البلدات التي تعرضت إلى قصف عنيف من المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان. هي منطقة قريبة من الحدود الشرقية لخان يونس، وبالتأكيد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية التي نفذت عدد كبير من العمليات النوعية. طبعا خرج 2 من المجاهدين من هذا النفق وقاموا بالإغارة على دبابة، عملية استشهادية طبعا بعبوة تاندو معدة خصيصا لهذا النوع من العمل. الشهيدين المنفذين للعملية كانوا أخونا الشهيد باسم الأغا، أخونا الشهيد فادي بغوثة رحمه الله. ظروف شاقة وصعبة للمقاومين في هذه الأنفاق التي قضى منهم كثير شهداء أثناء عمليات الحفر، وأيضا أثناء تنفيذ العمليات في أجواء لا توصف تحت الأرض. نحن هنا وصلنا إلى هذا المكان في هذا النفق. في هذا المكان حوصر المقاومون الذين كانوا في داخل النفق بعد أن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أجزاء من هذا النفق. كان عددهم 29 ونجا منهم 23، أما البقية فقدوا أثناء تنفيذ العمليات ضد قوات الاحتلال وأيضا أثناء عمليات الإنقاذ. من بين من نجوا هذان الشابان المقاومان في وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام. طبعا 21 يوم قضيناهم بعد انقطاع الاتصال فينا. طبعا بعد أيام من انقطاع الاتصال فينا بدأ الماء بالنفاذ، وأخذنا بكتابة وصايانا على بلاط النفق. فجأة أحد الشباب أرسل لأحد المهام في النفق، فوجدنا ما وفاش، مهم يعني قطع الطريق وعاد إلينا مستبشرا مية في مية. لم نصدق، قمنا جينا نجري هنا، جينا على المنطقة هنا وجدنا نبع من الماء، نبع مية بتنزل تطلع من الأرض، ما فيش مكان انقصف تنزل منه مية، المية تطلع من الأرض، من باطن الأرض تطلع المية. هذه التمرات بقايا ما احتفظنا به وبقي معنا بعد أن خرجنا من هذا النفق سالمين، بعد أن قاموا إخواننا بإخراجنا سالمين. طبعا هذه التمرة كانت ليومين كما ترون، نقسمها قسمين، تمرة للفطور وتمرة للسحور. لم نفقد الأمل أننا سنعمل وسنقاتل، وربما سكون لنا جولات أخرى مع العدو الصهيوني. هي إذن واحدة من قصص المقاومة التي تكشف عنها كتائب القسام، قصة يقول المقاومون هنا إنها تدل على ما حصل معهم أثناء العدوان من إنجازات ومعجزات على حد وصفهم، لكن المقاومة تؤكد أن قصصا أخرى كثيرة تبقى طي الكتمان والسرية لسرية أماكنها وأشخاصها. تامر المسحال، الجزيرة، من أحد أنفاق المقاومة في بلدة القرارة بجنوب قطاع غزة.